أنا جاية لكم وأنا مكسوفة أوي، بقى لي شهرين وعدتكم بفيديو triggers وللأسف ما نزّلتوش، فالنهارده هنتكلم عنه، في أنا والborderline وهواك. يعني إيه triggers للborderline؟ المحفزات السلبية لاضطراب الشخصية الحدية، يعني إيه الحاجة اللي بتحصل فبتخلّي الشخص اللي عنده الاضطراب يعمل حاجة غلط، تأذي نفسه، يخسر حد، يندفع، يسوق بعصبية شديدة، يروح يتخانق مع حد. أو يفتح التلاجة ياكل حاجات ما لهاش علاقة ببعض، أو يقرر يقطع علاقاته بكل الناس. كل دي حاجات بتسببها الtriggers المحفزات السلبية. هتسألوني طيب إزاي بتحصل الtriggers دي واشمعنى الحاجات دي بتضايقنا؟ لأنها مرتبطة بصدمات الطفولة، حاجات حصلت لنا أذتنا قبل كده، فدماغنا خلاص برمجت إن لما تحصل تاني أنا بتأذي، فأنا لازم آخد أي موقف أدافع بيه عن نفسي، أحمي نفسي، أنسي نفسي اللي بيحصل. فخلّينا نقول أول حاجة محتاجين نتكلّم عنها الانتظار. الانتظار مُحفّز سلبي قوي جدًا لاضطراب الشخصية الحدية. ليه؟ لإن طول الوقت أنت قاعد تستنى حاجة تحصل، لكن الملل شيء مؤذي جدًا لأصحاب الاضطراب، ما بيحبّوش يستنوا، عايزين كل حاجة تخلص بسرعة، عايزين طول الوقت حاجات جديدة، عايزين طول الوقت بدايات، عايزين دوبامين، عايزين خطط جديدة، مواضيع جديدة، مغامرات، إثارة. ليه؟ عشان الفراغ. دايمًا بنرجع لنفس النقطة، الحفرة اللي جوّه الborderline عايزة تتملى، فبتتملى بإيه؟ بالإثارة. الانتظار ما بيدّيش إثارة، بيدّي ملل، فاللي بيحصل إنه بيزهق ويتعصب. خلّينا ندّي مثال على الموضوع ده. إن بنت مستنية واحد يتقدّم لها، هو ما اتقدّملهاش، فهي قعدت تستنى، 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 فاندفعت، عملت له block، بعد كده ندمت. أو واحدة مستنية إن هي ييجي لها شغل معيّن والشغل ما جاش، فهيحصل إيه؟ تدخل تشاكل مع المدير بتاع المكان ده أو أيًا كان وتخسر الموضوع كُلّه. أو تكون مثلًا خارج مع صحابك وبتستناهم واتأخروا عليك، فبتعمل إيه، تقوم فاتح الموبايل باعت لهم رسالة تهزّقهم فيها وتسيبهم وتخرج من الجروب وتروّح. الانتظار مُحفّز سلبي جدًا للborderline، كمان بيحسّوا إن هم قليلين، اللي هو أنا اتأخروا عليَّ أوي، ففي مشكلة، أنا كده باترفض، أنا كده باتهجر، أنا كده باتساب، فلأ أنتم مش هتسيبوني، أنا هاسيب نفسي الأول. وده أصلًا مشكلة كبيرة متعلقة كمان بالتعلق الغير آمن، ومرتبطة بتاني نوع من أنواع الtriggers للborderline، الإحساس بالرفض. الإحساس بالرفض مش الرفض، لإن الرفض بيكون ليه أدلة، بيكون ليه أسباب، بيكون ليه حوارات، بيكون ليه ناس بتتكلم مع بعضها بنرفض بعض. لكن الإحساس بالرفض 99.9 اللي الborderline بيحس بيه ما بيكونش حقيقي، لكن بيكون راجع للتاريخ السيء مع الرفض والهجر، خصوصًا في الطفولة، وده اللي بيعمل التعلق الغير آمن. فبيكبر الborderline طول الوقت خايف يترفض، فأنت هترفضني أنا هارفضك الأول. صاحبتي ما ردِّتش عليَّ، فأنا هاشّاكل معاها وهابيّن لها أنا اللي مش عايزاها، أنا اللي باقول لِك لأ. الولد ده بقى له شهر ما اتقدّمليش، لأ أنا مش هاستنى أكتر من كده، أنا هاقول له أنا مش عايزاك وجاي لي عريس، أنا هارفضك قبل ما ترفضني، أنا اللي لازم أقول لأ، فده بيخسّرنا حاجات كتيرة. كمان ممكن يبقى واحد بيتخانق مع المدير بتاعه خناقة عادية جدًا، كل الناس بتتخانقها في الشغل. فجأة يقول إيه، لأ ده هو هيمشّيني، طب أنا هامشي الأول، يروح يهزّق المدير بتاعه ويعمل مشكلة كبيرة جدًا عشان يمشي ويبقى هو اللي ساب الشغل. هو عايز يخرج يقول أنا اللي قُلت لأ، لكن اللي بيحصل خساير كتيرة جدًا طول الوقت، ما بيكمّلش في أي حاجة، لا علاقات ولا صداقة ولا رياضة ولا شغل ولا أي حاجة. تالت نوع من أنواع الtriggers الborderline التجاهل. والتجاهل ممكن كمان بيضرب أوي في موضوع الإحساس بالرفض، لإن أنت تتجاهلني، أنت بترفضني، هتسيبني فهاسيبك. فالتجاهل بيحسّس الborderline إن هو مش متساب. يعني إيه أنا أقعد في مكان وما ابقاش أنا محور الاهتمام، يعني إيه أبقى قاعدة في وسط بنات وما آخُدش أنا الshow. هتقولوا لي دي شخصية هستيرية، هاقول لكم لأ، الشخصية الهستيرية بتبقى عايزة لَفْت الانتباه عشان تبان، عشان تظهر. لكن الborderline بتبقى عايزة تلفت الانتباه عشان الناس تحس بمعاناتها وبألمها، عايزة تاخد validation منهم. يعني أنا قاعدة في وسط صحابي، أنا عايزة الناس تقول لي الله أنتِ جميلة أوي، أنتِ ذكية أوي، مش عشان أنا عايزة ألفت الانتباه، بالعكس هي ممكن تكون بتخاف من الأضواء، هي عايزة لَفْت الانتباه عشان الناس تحس بيها، تحس إنها متشافة، لإنها عاشت حياتها
مش متشافة. لكن الهستيريا بتبقى عايزة تلفت الانتباه وتاخد ال الshow كله لنفسها، ودايمًا تلاقوا borderline مصاحبة هستيرية، واحدة بتاخد الانتباه والتانية عايشة في الظل، ولو حاولت الborderline تاخد الانتباه منها بتحصل مشكلة كبيرة جدًا ما بينهم. عشان كده التجاهل من أكتر المحفزات السلبية لاضطراب الشخصية الحدية. أنا مش عايزة أبان إن أنا أحسن واحدة، بس أنا عايزة أحس إن أنا متشافة. رابع نوع من أنواع الtriggers الانتقاد. الانتقاد معناه إن أنت بتقول لي أنا غلط، إن أنا مش عاجباك، يعني مش هتكمّل معايا، فأنا هامشي الأول. وده بيبان أوي في الشغل بقى، مش في العلاقات. اللي هو أنا قاعدة في الشغل عادي جدًا إن ييجي حد يقول لي إيه رأيِك تعملي كذا مش كذا، إيه ده؟ أنت بتعدِّل عليَّ، أنت مش عاجبك اللي أنا عاملاه، ناخد الموضوع بشكل شخصي وناخد موقف قوي جدًا مش مناسب للحدث نفسه. ده بيخسّرنا كتير. كمان مشكلته إنه بيدخّل في نوبة من نوبات الغضب الشديدة جدًا. بوتاجاز بيولع في وش الناس من غير أي سبب، بيهِب فيهم ياكلهم، الناس بتتخض. الborder line نفسه مش بيفتكر أصلًا قال إيه في الخناقة دي، لإن الانتقاد بيضرب عنده في الرفض اللي اتعرّض ليه في طفولته، اللي هو كان دايمًا أنت مش شاطر، أنتِ مش حلوة، أنتِ مهتمة بنفسِك ليه، أنتِ لو عملتِ إيه أنتِ مش حلوة، جسمِك مش حلو، أنت فاكر نفسك هتنجح، أنت مش هتنجح في الاختبار، أنت عمرك ما هتفلح في حاجة. فأنت بتنتقده، أنت بتصحّي عنده كل الحاجات اللي اتعرّض ليها في طفولته، وبتضرب آآ في كل حاجة جوّاه خايف منها، طول الوقت خايف يبان إن هو غلط، لإن كمان ده مرتبط بمتلازمة المحتال، اللي هي أنا لو نجحت، أنا نجحت بالحظ مش عشان أنا شاطرة، فأنا طول الوقت خايفة الناس تكتشف إن أنا مش شاطرة، فاخسر شغلي والناس تلومني إن أنا بامثّل. فأنت بتنتقدني يعني أنا هاتكشف دلوقتي. فده بيtrigger الغضب جدًا، جدًا، جدًا. آخر trigger عايزين نتكلم عنه النهارده الاستبدال، وخلّينا نقول إن الاستبدال ده بيحصل أكتر مع الأطفال اللي بييجي لهم أخ تاني فيتم استبدالهم من أهاليهم. الطفل التاني بيكون هو الفتى الذهبي وهو بيكون كبش الفدا، فبيكبر عنده عقدة الاستبدال، اللي هو أنا لو ما مشيتش كويس أنا هييجي حد مكاني. لو هي قاعدة في الشغل وجات واحدة جديدة عادي، أول فكرة بتيجي في دماغها هم جايبينها تاخد مكاني. لو هي في علاقة والولد يتكلم عن واحدة عادي، خلاص هو هيحبها وهيسيبني، بقت عقدة، فبقى الاستبدال trigger. إيه اللي هيحصل؟ هتستبدلوني، فأنا اللي هاقول لكم لأ الأول وهامشي. أنا عِشت طفولة بائسة، فأنا مش هاعيش كمان مراهقة وشباب وحياتي كلها بائسة بيتم استبدالي، لأ، أنا أول ما هالمح أي حد هيستبدلني أنا هامشي. هل الإحساس بيكون صح؟ لأ طبعًا. لإن هي تروما محتاجة تتعالج. كمان في نقطة مهمة في كل الحاجات اللي إحنا اتكلمنا فيها عن المحفزات السلبية لاضطراب الشخصية الحدية، وهي تكرار النمط. يعني أنا دلوقتي طلعت في بيت تم استبدالي بحد من إخواتي، فباروح أجذب واحد نفس شخصية أهلي عشان ما يستبدلنيش، وكأني باقول المرة دي أنا هانجح في الاختبار، فاللي بيحصل هو بيستبدلِك تاني، لإنِك بتضغطي عليه إن هو ما يستبدلكيش. عارفين زي إيه؟ زي البنت اللي تحلم إن جوزها خانها، فتقوم من النوم عشان تثبت ده، فتفضل تمشي وراه، أنت بتخوني، تفتح موبايله، تضغطه، لغاية ما يعمل إيه، يروح يخونها، فتقول شُفتوا أنا قُلت لكم أصل أنا حلمت، لإنها طول الوقت بتأكد النبوءة. فالماضي دايمًا هو اللي بيخلّينا نجذب الناس، الناس بنجذبها من الجرح، وطالما جذبنا الناس من الجرح يبقى بنكرر النمط، بنكرر الtriggers، بنكرر الاستبدال والانتقاد والتجاهل والانتظار والإحساس بالرفض. ليه؟ لإننا جذبنا نفس الناس اللي اتعرضنا منهم لنفس الحاجات دي. عشان كده هييجي حد دلوقتي يقول لي الحل، هاقول له الحل إن إحنا نتعالج، ما فيش حل تاني. الحل نعالج التعلق الغير آمن اللي جوانا، نملى فراغنا، نكتشف هويتنا، وننظم مشاعرنا. هتقولوا لي أنا مش قادر آخد therapy الموضوع صعب عليّا، هاقول لكم مهارات العلاج الجدل السلوكي موجودة على النت في كل حتة. دلوقتي كل حاجة موجودة، الكتب كمان موجودة ببلاش على النت. ما عندكوش أي حِجة، اللي عايز يتعالج هيتعالج. وبس ده اللي أنا كنت عايزة النهارده أقوله، فأنا والborderline وهواك.